اولا ويلكم لفيديو جديد من فيديوهاتنا يوم الجمعه. موضوع درس اليوم مهم جدا. لا عشان انا مش عارفه بس الكوبي رايتس هينفع احط الاغنيه ولا لا، فهحطها لكم بصوت. ازاي نقول لا من غير ما نحس بالذنب؟ هتطلع لي واحده فلحوسه في الكومنتات وتقول لي ايه الهبل ده، ايه يعني عادي ما احنا بنقول لا. مين اللي بتقول كده؟ شايفاكي اصلا انت بتعاني اصلا ان انت مش عارفه تقولي لا. عارفين الايام اللي بنروح فيها البيت منهكين ومش قادرين نعمل حاجه مع اننا ما عملناش اي حاجه؟ جزء كبير من اللي بيحسسنا بكده هو الاستنزاف والارهاق العاطفي، وده بيحصل لنا في اوقات كتير لما بنفضل طول اليوم بنقول حاضر وايوه ونعم واحنا عايزين نقول لا، مش عايزين نقول حاجه تانية غير لا مش عايزه اعمل ده. قصه قصيره حزينه. المشكله عمرها ما بتبقى في الاشخاص اللي بيطلبوا منا الطلبات. عارفين المشكله فين؟ المشكله فينا، لان كل ما بنعرفش نقول لا او كل ما بنقول على حاجه احنا عايزين نقول عليها لا، بنعمل حاجه اسمها السيلف اباندمنت، او ان احنا بنختار الاشخاص اللي قدامنا على حسابنا، بنختار سعادتهم وراحتهم على حساب راحتنا وسعادتنا. اتكلمنا عن الموضوع ده في فيديو تاني وهو بطلي ترضي اللي حواليكي قبل ما ترضي نفسك. لو ما اتفرجتيش عليه تخلصي الفيديو ده وتخشي تتفرجي عليه، معروف. فكل ما بنقول على حاجه احنا مش عايزينها بتبدا غصب عننا ثقتنا بنفسنا تقل، لاننا مجبورين مقهورين، ما بنعملش حاجه غير اللي حوالينا عايزيننا نعملها، ما بنعملش الحاجات اللي احنا عايزين نعملها، وهي ابسط حقوقنا ان احنا نقول لا لما نبقى مش عايزين نعمل حاجه معينه. اوتوماتيكلي الاشخاص دي ايه اللي بيحصل معاهم؟ بيستنزفوا عاطفيا ونفسيا وكل حاجه، وبيبداوا يحسوا كمان بغضب تجاه اللي حواليهم، لان اللي حواليهم بيستنفذوهم وهم مستنزفين فما عندهمش طاقه، فجمعيه ودايره. فمن الاخر يعني بنفقد ثقتنا بنفسنا من غير ما بنحس. فالفكره هنا ان احنا بنبقى اشخاص مش عارفين نحط حدود. الحدود هنا بيبقى ملهاش وجود، سجع. الحقيقه ان الحدود مش بتبعد الناس مننا، بالعكس هي بتاكد ان العلاقات اللي في حياتنا هي علاقات حقيقيه، لان انا احط حدود او اعمل الحاجات اللي ترضيني وتسعدني. الحدود هنا بتحافظ على طاقتنا وحياتنا وقلبنا وسعادتنا، ده بيخلينا اشخاص اسوياء وما بيخليناش عندنا غضب تجاه اللي حوالينا. خلينا نبدا الفيديو وزي ما تعودنا في كل فيديو ان احنا بنلبس بدل الغطس وننزل نجيب الموضوع من جدره عشان نقتلعه ونرميه عشان احنا مش محتاجينه تاني في حياتنا. السؤال هنا ليه بنخاف نحط حدود؟ عندنا 4 اسباب اساسيه. رقم 1 وهو ان احنا بنحس ان احنا لو قلنا لا هنخسر اللي قدامنا. في راجل طيب اسمه إريك إريكسون كان بيتكلم في نظريه ان الانسان محتاج توازن ما بين الاستقلاليه وما بين الخوف من العزله. بمعنى كل ما خوفي من العزله يزيد وكل ما احساسي بالاستقلاليه او ان انا شخص مستقل بذاتي يبقى قليل، ان انا اخاف ان انا اعمل اي حاجه فاللي قدامي يختار ان هو ما يبقاش معايا، خوفا من العزله وان انا ابقى شخص مستقل. رقم 2 لما تقول حاضر ونعم لماما، ده معناه ان انت بتحب ماما. مين فينا ما سمعش الجمله دي؟ واخواتنا اللي بيتفرجوا علينا من بلاد تانية اكيد برضه سمعوها بس بلكنات مختلفه. فكلنا اتعلمنا من واحنا صغيرين انه حب يعني طاعه، ان طاعه يعني الحب، ان انا اطيع الشخص اللي قدامي معناه ان انا بحبه، وان الرفض معناه ان انا ما بحبش الشخص اللي قدامي او برفضه. وعشان كده جون بولبي، وده عالم نفس كبير، كان عنده نظريه في التعلق. بيقول يا عم بولبي ده، بيقول ان الطفل اللي بيخاف يخسر امان وحب والديه بيتعلم من وهو صغير انه يرضي الاخرين حتى لو على حساب نفسه. شكرا يا عم بولبي، حطيت على الجرح كلونيا. رقم 3 الاحساس بالذنب. المجتمع دايما بيصور الشخص اللي بيقول لا او بيختار سعادته او بيختار راحته، مش معنى كده انه يدوس على وش الاخرين. عادي ممكن ابقى بقول لا لحاجه مش مناسبه معايا في الوقت ده، ولكن المجتمع دايما بيصور الشخص اللي بيختار راحته او سعادته او بيختار يقول لا او بيفكر في نفسه اصلا ان ده شخص اناني. ولكن الفكره هنا لا لحظه بس، انا مش بكبر الموضوع. الفكره هنا انا بفيك حاجه او بصطنع حاجه، فبالتالي بداري حقيقتي او على الاقل بداري حقيقه شعوري، وبفضل دفنه حقيقه شعوري دي جوايا علشان اختار الشخص اللي قدامي او الشخص اللي قدامي ما يزعلش. فنوعا ما ما بظهرش صوتي ولا حقيقتي ولا رايي الحقيقي علشان ما ضايقش اللي قدامي. اتعلمنا من واحنا صغيرين انه الاناني ده وحش، مش عايزه ابقى انانيه، وكل ما بختار نفسي بدماغي بقول ان انا شخص اناني، فبالتالي بحس بالذنب. شفتوا يعني هي جمعيه. ورقم 4 هو غياب الوعي بالاحتياجات. في راجل طيب كده اسمه ابراهام هاسلو، وده مهم قوي، وعنده حاجه اسمها هرم الاحتياجات. ده كانت اول مره اسمع عنه الصراحه وانا بحضر للفيديو ده. وهو وضح ان الانسان ما يقدرش يوصل للتقدير الذاتي، ان هو يقدر نفسه يعني، وانه يحقق نفسه من غير ما يحمي احتياجاته الاساسيه. وهي ايه احتياجاته الاساسيه؟ هي الراحه، الوقت، والامان. ومن هنا تيجي فكره ان الحدود مش رفاهيه، الحدود هنا هي شرط اساسي علشان احمي احتياجاتي، مش مجرد حاجه وخلاص، مش غلاسه يعني. حلو، طب ازاي اعرف اقول لا من
غير ما احس بالذنب. رقم 1 ان انا ابدا اعرف احتياجاتي. انا دلوقتي في حاجات معينه بتستنزف طاقتي، وفي حاجات تانية ممكن اقول عليها وانا حتى مش قادره اعمل ده دلوقتي بس ما بتستنزفش طاقه، حاجه بسيطه، هاتي لي كوبايه ميه، حاضر ماشي انا الاثنين. فقصدي انه في طلبات او في حاجات ممكن ما تبقاش بتستنزف طاقتنا، وفي حاجات تانية بتستنزف طاقتنا. محتاجين نعرف بقى هي ايه الحاجات دي. فاول حاجه هي ان انا اكتشف ايه الحاجات اللي بتعيد شحني، ايه الحاجات اللي بتستنزف طاقتي، امتى ببقى عندي طاقه ان انا اقول الحاجه انا مش قادره اعملها، وامتى فعلا ممكن ما يبقاش عندي طاقه ان انا حتى اعمل حاجه او اجي على نفسي ان شاء الله حتى نص سنتيمتر عشان خاطر اي حد تاني. ايه الحاجات اللي بتديني احساس بالامان، ايه الحاجات اللي بعملها بتحسسني بالسعاده الحقيقيه. فابدا اعرف ايه احتياجاتي اصلا، لانه الوعي بايه الحاجات اللي بتستنزف طاقتي وايه الحاجات اللي ما بتستنزفش طاقتي، حتى لو قلت وانا مش عايزه، ده معناه ان انا في حاجات كتيره جدا ممكن اعملها للي حواليا لانها ما بتستنزفش طاقتي وابقى تمام. فبالتالي ده يديني مساحه اكتر ان انا لما اقول لا على حاجه تبقى لا صريحه وتبقى لا فاليد، غير مبرره، مش محتاجه ان انا ابررها للاشخاص اللي قدامي. رقم 2 وهو ان انا ابدا احط حدود صغيره. اول حاجه انا ما اقصدش بلا ان انا يومنا ما يلا نيجي نخرج النهارده، لا ليه هو كده، انا ما اقصدش كده عشان بس الموضوع ما يتفهمش غلط. انا بتكلم انه ممكن في مرات فعلا ابقى مش قادره اخرج مثلا، فعايزه اقول لا ان انا مش قادره اخرج النهارده، ممكن نخليها بكره. اللا مش لازم تتقال لا كده، ومش لازم تتقال في كل الاوقات. فنبدا بحاجات صغيره، نبدا بلا صغننه، ان كابيتال او كابيتال نو، ان سمول او سمول صغننه. فممكن نستخدم جمل زي خليني افكر وارجع لك. الجمل اللي زي كده بتديني وقت ان انا اصلا افكر هل انا فعلا عايزه اعمل حاجه ولا لا. رقم 3 وهي ان احنا نغير تعريفنا للا اللي بتتقال لنا واللا اللي احنا بنقولها. بمعنى ان لا مش رفض، لا مش رفض للشخص، لا رفض لحاجه معينه ممكن تكون في وقت معين انما في وقت تاني تبقى تمام، وممكن تكون لا على تصرف معين او سلوك معين مرفوض تماما دلوقتي and forever. فاللا مش معناها ان انا برفض الشخص، لا ان انا برفض حاجه معينه. وكذلك لما حد يقول لنا احنا لا دي مش معناها ان الشخص ده بيرفضني، لا دي معناها ان هو رافض حاجه معينه. فنغير تعريف كلمه لا، ولان كل لا احنا بنقولها في مكانها بتساوي نعم كبيره لنفسي، ان انا بختار نفسي. رقم 4 توقع المقاومه. طبيعي جدا ان الاشخاص لما فجاه تبدا ترفض حاجات معينه انت كنت اوكي بيها كلها قبل كده، طبيعي جدا ان الاشخاص تبدا هتستغرب على الاقل التغيير المفاجئ اللي حصل. عشان كده احنا بنقول يعني خدها تدريجيا. فهم هيبداوا يستغربوا، وفي اوقات كتير هيبداوا يتضايقوا لان هم حاسين ان الشخص ده اتغير، وهيبقوا مش فاهمين التغير ده ايه، هل ده تغير تجاههم ولا ده تغير بسبب ان الشخص مش مرتاح في حاجه معينه ولكن قيمتهم بالنسبه له واحده. فطبيعي جدا ان يبقى في مقاومه في الاول. فاللي احنا محتاجين ان احنا نعمله ان احنا لما الاشخاص دي تبدا تحس ان احنا اتغيرنا نطمنهم ان احساسنا تجاههم واحد، ولكن ان احنا اتغيرنا ان احنا بس في اوقات معينه مش ببقى قادر ان انا مثلا اعمل الحاجه الفلانيه، او في اوقات معينه مش ببقى عندي الطاقه ان انا اعمل كذا، بس في اوقات تانية ببقى more than happy ان انا اعمل الحاجات دي. طمنوهم ان انتوا ما اتغيرتوش عليهم او قيمتهم بالنسبه لكم ما اتغيرتش، ولكن ان انتوا بتحاولوا دلوقتي ان انتوا تراعوا حدود لنفسكم علشان تحموا طاقتكم. واللي بيحبكم بجد هيتفهم ده. لو احنا بنكلم او بنطمن الاشخاص نحاول ان احنا ناخدهم واحده واحده. امي بتسلم عليكم وبتقول لكم خدوهم واحده واحده. رقم 5 نقول كلمه لا بلطف، زي كده للاستاذه موتشي اللي عماله تلعب، بدل ما نقول لا انا مش هعمل كده نقول مش هقدر اعمل ده دلوقتي، مش هقدر اعمل ده في الوقت الحالي، بس ممكن بعدين ابقى اقدر اعمل ده. بلاش اللي هو لا انا مش هعمل كده. مش معنى ان احنا بنقول لا ان احنا نلبس الاشخاص اللي قدامنا كشاف في قورتهم كل ما يطلبوا مننا حاجه. بدل ما نقول لا بطريقه مش لطيفه نخبطها لهم في وشهم كده، ممكن نستخدم كلمات تانية زي والله مش هقدر للاسف ان انا اعمل ده دلوقتي. ما قلتش لا، بس قلت ان انا مش هقدر في الوقت الحالي. للاشخاص اللي مش متعوده خالص انها تقول لا، اول ما هنبتدي نقول لا هيبدا يجي لنا احساس بالقلق غير عادي، وساعات بتوصل على فكره لبانيك اتاكس، نوبات هلع، كاننا بنعمل حاجه غلط او كاننا بنعمل حاجه خطر. نوع القلق اللي بيجي لنا هو كاننا بنعمل حاجه خطر. انتوا متخيلين كميه القلق؟ الخبر كويس في الموضوع ده هو ان ده طبيعي. وليه ده طبيعي؟ لان دماغنا متبرمجه بقالها سنين عددا انه الرفض يعني تهديد. الرفض معناه ان انا هبقى في عزله، ان انا هبقى لوحدي والناس كلها هتسيبني. الرفض معناه ان انا ما بحبش اللي حواليا وبالتالي برفضهم. قصه طويله جدا. فطبيعي فنستعد ونهيئ نفسنا ان احنا مجرد ما هنبدا نعمل كده دي نوعيه الاحاسيس اللي هتجيلنا. طب نعمل ايه بقى علشان نقاوم هذه الاحاسيس؟ اسيبكم كده have no fear يومنا is here. هنعمل 3 حاجات اساسيه. رقم 1 وهو تنظيم النفس. لما حد بيجي يطلب مننا طلب هنبدا ان احنا ناخد نفس عميق، مش بعد ما يطلب الطلب، اثناء وهو بيطلب الطلب، لانه لو بعد هنمثلها لكم. يومنا ايه رايك تيجي معايا النادي النهارده؟ A few moments later. شكلي عبيط صح؟ لان انا عملت ده بعد ما هي طلبت الطلب، انما وهي بتقول انا هبدا انا محضره نفسي انها بتطلب الطلب، فانا هاخد نفس عميق،
هنحاول ان احنا ناخد النفس في 4 عدات ونطلعه في 6 عدات عشان نهدي النيرفس سيستم بتاعنا او جهازنا العصبي. عموما يعني هناخد نفس قبل ما بنرد. هتطلب الطلب، هنحاول ان احنا نكسب وقت. هنكسب وقت ازاي؟ ان احنا مثلا نقول طب بصي خليني اتشيك بس حاجه وارجع لك على طول. لا، هشوف وهقول لك. هنكسب وقت، وده بيديني مساحه ان انا افصل ما بين الطلب والرد اللي في ساعتها، لان الرد اللي في ساعتها هحس بضغط ان انا مضطره اقول اوكي. فنكسب وقت بقى باي طريقه. لو على التليفون طب اديني دقيقه وارجع اكلمك. اكسب وقت وافصل اللحظه دي عن اللحظه دي. لما هنفصل ده هنعرف نفكر بشكل ستريت، هنعرف نقيم احنا عايزين نقول ولا نقول لا، ولو هنقول لا هنقول لا بطريقه لطيفه زي ما قلنا وزي ما هنقول تاني، واتليست ابقى كسبت وقت ما جاليش حاله قلق مزمن او هلع. رقم 2 هعيد صياغه الفكره. يعني بدل ما دماغنا بتقول اديني قلت لا، اهي دلوقتي كرهتني، اهي دلوقتي مش طايقه، زمانها دلوقتي مش طايقه تسمع صوتي، اكيد هتقطع معايا. نجرب نقول انا مش برفضها هي، ومش برفض حتى ان انا اقضي وقت معاها، انا بس دلوقتي طاقتي مستنزفه ومش هقدر ان انا اعمل ده دلوقتي. لو عملت ده دلوقتي هبقى بغش نفسي وبغشها. مش احسن ان انا اكون صادقه معاها؟ فنغير الفكره، نعيد صياغه الفكره. واكد لنفسي كمان ان لو علاقتنا قويه، علاقتنا مش هتنهار عشان انا مره رفضت ان انا اروح معاها في مكان معين. ده مش معناه ان هي لو رايحه للدكتور وزياره مهمه ومحتاجاني عشان امسك ايديها وعشان هي مرعوبه وهي رايحه للدكتور ان انا اقول لها لا يا جماعه. نحاول بس ان احنا نقيم، نشوف المواقف ونقيمها اكوردنجلي، ما تبقاش كل المواقف اللي هو لا او خلاص. ففي مواقف معينه ممكن ما تبقاش تستاهل ان هي هتزعل مني. رايحين خروجه معينه انا ماليش خلق ان انا اشوف الناس دي طريقه فيها لا، بس لا ناعمه، لا كده مدروسه. رقم 3 لو كلمه لا وش كده بتضايق، وهي الحقيقه بتضايق لما تتقال صريحه كده ووش كده، بتبقى زي بلحه في قورتنا كده، فما بتبقاش لذيذه. فكلمه لا مش دايما بتبقى لطيفه، فممكن نستخدم بدايل لكلمه لا زي ما اتفقنا، زي مش هقدر دلوقتي، خليني اشوف وارجع لك، محتاجه بس وقت افكر في الموضوع. ده بيخلينا نقول لا بشكل انسيابي، وبيدرب عقلنا وجسمنا على فكره الرفض بس بشكل تدريجي. عشان لما دايما بنبدا بحاجه زي ما اتعلمنا نبدا بان سمول او سمول، بلاش ان كابيتال او كابيتال. فلما نبدا بحاجه صغيره، نبدا تدريجيا، ما تبقاش يا تطخه يا تكسر مخه زي ما بنقول كده. وده اللي بيلعب عليه الحاجات اللي هي العلاج السلوكي، ان احنا نغير سلوكنا بطريقه معينه، ان احنا ناخد الموضوع بشكل تدريجي، بلقه صغيره، بمكالمه مش قادره ارد عليها مش هرد عليها، بطلب بسيط الطلب مني مش قادره له دلوقتي هقول عليه بلاش دلوقتي او لا. نبدا ان احنا واحده واحده نتعلم ان فكره لا دي مش حاجه فوق الوصف، فوق الخيال، هتدمر كل علاقتنا بكل اللي حوالينا. لا، دي فكره عاديه، وان من حقي ان انا اقول لا في حاجات معينه، ومن حقي ان انا اقولها للاشخاص لما اكون مش قادره اعمل الحاجه. اخر حاجه وهي الدعم الذاتي، او اني ادعم نفسي، بمعنى ان لما دماغي هتهول لي المواقف وهتحسسني ان الدنيا هتنهار من حواليا وارجع اقول لا وما يحصلش حاجه، ادعم نفسي اقول شفتي انا قلت لك ان مفيش حاجه هتحصل وان الموضوع هيعدي وان الموضوع بسيط ومن حقك ان انت ترتاحي النهارده، انت ما كنتيش قادره تعملي الحاجه الفلانيه وديكي قلتي لا. بالعكس، ده احنا اخترنا نفسنا والناس اللي قدامنا اكيد بيحبونا ومتفاهمين حاجه زي كده. ندعم نفسنا، يعني ناخد بايدينا كده ونمشي خطوه خطوه عشان ما يبقاش الموضوع دب طخ كده. وخلينا افكرك ان كل مره بنقول لا في مكانها احنا مش بنرفض حد، بس احنا بنختار نفسنا، احنا بنوافق لنفسنا على ابسط حقوقنا. كل مره بنحط حد اللي هو من الحدود، يعني كل مره بنحط حد او بنقول لا او مش بنقول لما نبقى عايزين نقول لا، انت بتبداي تبني ثقتك بنفسك واحده واحده. ودي مش انانيه، بالعكس، لانك بتقوي علاقتك بنفسك وبتبداي ان انت تثقي فيها واحده واحده. وكل لا في مكانها معناها ان انت بتختاري نفسك مش اللي قدامك، فهي نعم لحياه افضل، اهدى واصدق. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت، شير، يعني واستنوني يوم الجمعه الجايه في فيديو جديد.